نسوي اليوم حلة. نحتاج كوب طحين، شوية زعفران، بيضة، ملعقة كبيرة سكر، نص ملعقة خميرة صغيرة، ملعقة زيت، وملعقة دبس، وماء دافي. نبدأ بالمواد الجافة. السكر والخميرة وشوية ملح بعد. البيضة، ملعقة الزيت، ملعقة الدبس. طبعا الأفضل يكون تنخلط بالخلاط. أنا بعد شوي بحطها في الخلاط بخلطها. هذا القوام النهائي للعجين. احتاج كوب واحد ماي بس. هذا قوام العجين. والطريقة الثانية في هذه التاوة نزيد نص كوب ماي ويصير هذا القوام. طبعا آخر شي نشيل هذه اللي هي مكان ما صبيناها. ممكن تسوونها بتاوة كاملة بس أنا سويتها صغيرة عشان شي فيها زوائد. إذا كانت التاوة صغيرة ما راح يطلع فيها زوائد. بعد ما تستوي نشيلها بالأطراف الملاس وبعدين نسحبها ونقلبها. استوت قلبناها لين تتحمر من الجهة الثانية. ممكن نرش عليها سمن وسكر، ممكن بدون. هذا قوام الخبزة. أول ما تطلع في البداية بتكون لينة، إذا غطيناها تتم لينة، بس إذا تمت برا تبدأ تيبس كاملة تصير يابسة. ممكن نرش عليها سكر مطحون وسمنة.